بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، ويتجدد اللقاء مع بعض إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كمان يا ريت ما ننساش ندعو لأمواتنا جميعا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل أمواتنا جميعا اللهم آمين. الخبيئة، يعني إيه الخبيئة؟ هو العمل الخفي اللي بيقوم به الإنسان ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى، من صيام أو قيام أو قراءة قرآن أو صدقة أو كل ما يقوم به الإنسان من عمل صالح خالص لوجه الله. كان في صياد اسمه أبو نصر، كان عايش هو وزوجته وابنه لوحديهم، وللأسف كانت ظروفه المادية صعبة جدا، ولدرجة إن ابنه وزوجته كانوا بيبكوا من شدة الجوع. أبو نصر الصياد خد بعضه في يوم وخرج يمشي في المدينة اللي هو عايش فيها عشان يشوف أي سبيل أو أي مكان يجيب منه أكل لزوجته وابنه. لحد وهو معدي عدى على شيخ اسمه أبو أحمد ابن مسكين. راح قعد مع الشيخ ده وحكى له حكايته، بيشتكي له لعل يكون في عنده حل أو يكون يواسيه في المحنة اللي هو فيها. الشيخ أحمد سمع أبو بكر الصياد أو أبو نصر الصياد آسف، وقال له تعالى معايا. خدوا بعض وراح بيه على البحر هناك. قال له تعالى اتوضى وصلي ركعتين للمولى سبحانه وتعالى وسمي بسم الله وارمي الشبكة بتاعتك، وإن شاء الله ربنا هيبعت الخير ليك إن شاء الله. بالفعل أبو نصر الصياد عمل اللي قال عليه الشيخ أحمد، واتوضى وصلى ركعتين وسمى بسم الله ورمى الشبكة بتاعته في البحر وصبر عليها، وربنا سبحانه وتعالى رزقه بسمكة كبيرة طلعها من الشبكة وراح بيها للشيخ أحمد. الشيخ أحمد قال له خد السمكة دي وروح بيعها وهات بيها أكل لابنك ولزوجتك. بالفعل أبو نصر الصياد خد بعضه وراح باع السمكة دي فعلا، واشترى بتمنها فطرتين ورجع بيهم للشيخ أحمد. حاول يدي للشيخ أحمد فطيرة، لكن الشيخ أحمد مرضيش. قال له لو أطعمنا أنفسنا لما خرجت السمكة، يعني احنا لو طعمنا نفسنا مش ما جتش السمكة دي خرجت من البحر. قصد كلام الشيخ أحمد إن أنا بعمل الخير معاك للخير نفسه، مش مستني أي مقابل. أبو نصر الصياد خد الفطرتين وراح عشان يطعم ابنه وزوجته، وهو في طريقه للبيت عدى على ست ومعاها ابنها برضو نفس الكلام، بيعيطوا هما الاتنين من شدة الجوع، وابنها بيصرخ من شدة الجوع. أبو نصر الصياد بص للست وشاف دموعها، قلبه بدأ إن هو يلين وبدأ إن هو يحس بالمحنة اللي هي فيها. وبالفعل ربنا زرع العطف في قلبه، وراح ادى للست دي وابنها الفطيرتين اللي معاه، وشاف ابتسامة الطفل الجميلة بعد ما خد الفطيرة وخد بعضه ومشي. أبو نصر الصياد شال الهم أكتر ما هو شال الهم أكتر، بالرغم إن هو عمل خير بس بيفكر برضه في ابنه وفي مراته. وهو في طريقه للبيت سمع منادي بينادي مين اللي يعرف مكان أبو نصر الصياد، أو مين اللي يعرف أبو نصر الصياد. الناس دلوه فعلا على أبو نصر الصياد. المنادي ده راح لأبو نصر الصياد قال له أنا كنت واخد فلوس من والدك سلف من 20 سنة، وأنا جاي عشان أرجع الفلوس دي لوالدك. وبالفعل رجع له الفلوس، وكانت 30,000 دينار. أبو نصر الصياد خد الفلوس فعلا، وهقول لكم عمل إيه بس بعد ما نصلي كلنا ونسلم على سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبو نصر الصياد خد الفلوس ورجع البيت وبدأ يتاجر، وربنا سبحانه وتعالى أكرمه ورزقه بالرزق الوفير، وكان بيتصدق ويتبرع ويعمل كل الخير من الفلوس دي. وفي يوم من الأيام أبو نصر الصياد نايم فشاف رؤيا إن الميزان بدأ إن هو ينصب عشان يزنوا أعماله ويشوف حسناته وسيئاته. والمنادى فعلا نادي أين أبو نصر الصياد عشان نوزن أعماله ونشوف حسناته وسيئاته. بالفعل دخل أبو نصر الصياد
على المنادي وعلى ملك العزة سبحانه وتعالى، وحطوا حسناته في كفة وسيئاته في كفة. للأسف الكبير الكفة بتاع السيئات هي اللي طبت، والحسنات طبعا مفيش حسنات. حطوا كل الدنانير والحاجات اللي هو كان بيتصدق بيها في كفة خفيفة جدا قصاد السيئات بتاعته. لما بصوا تحت الدنانير دي كلها اتفاجئوا ان تحت كل دينار هو اتبرع فيه في شهوة او غرض او حاجة دنيوية. هو كان بيعمل الخير ده عشان الحاجة دي، يعني كان بيعمل الحاجة دي عشان يقولوا ابو بكر ده، ابو نصر ده كريم بيتصدق وبيعمل، وبيتكلموا عنه بصورة حلوة ان هو راجل خير وبيعمل كل خير. فالمنادى نادى وقال مفيش أعمال تاني أو حاجة تاني عملها ممكن نحطها في حسناته عشان نشوف نرفعها شوية. رد ملك العزة سبحانه وتعالى قال له في اللفافتين اللي كان فيهم الفطرتين، أو اللفافتين اللي فيهم الفطرتين، حطوهم فعلا على كفة الحسنات. بفضل المولى سبحانه وتعالى كفة الحسنات اتساوت بكفة السيئات. نادى المنادي مرة كمان مفيش أي أعمال تاني ليه يا رب ممكن نحطها له في الكفة بتاع الحسنات عشان ترفع حسناته. رد ملك العزة سبحانه وتعالى قال في دموع الست اللي هي كانت بتبكي من شدة الجوع هي وابنها، خدوا دموع الست دي وحطوها في كفة الحسنات، وسبحان الله كانت كالحجارة وزنها تقيل جدا. فلما حطوها على كفة الحسنات طبت أكتر بكتير من كفة السيئات. نادى المنادي مرة كمان يا رب مفيش كمان حاجة ممكن نحطها له كمان. رد ملك العز رب العزة سبحانه وتعالى وقال لهم في ابتسامة الطفل الصغير لما خد الفطيرة منه حطوها في كفة الحسنات. بالفعل حطوها في كفة الحسنات. المنادى فرح قال الحمد لله كفة الحسنات بدأت تعلى. في اللحظة دي قام أبو ناصر الصياد من نومه مفزوع وقال الجملة بتاع الشيخ أحمد لو أطعمنا أنفسنا لما خرجت السمكة، أو لو إحنا عملنا الخير عشان نتكلم على الخير اللي إحنا بنعمله فبناخدش أجر عليه ومش هناخد أجر عليه. القصد من القصة دي إيه يا حضرات؟ إن أنا لما بعمل حاجة بعملها خالصة لوجه المولى سبحانه وتعالى. أنا لما بعمل حاجة أنا بتاجر مع المولى سبحانه وتعالى ومستني الربح من المولى سبحانه وتعالى، مستني الربح في الآخرة عند المولى سبحانه وتعالى، مش مستنيه في الدنيا. يا ريت كلنا ندعو المولى سبحانه وتعالى ونجعل دايما أعمالنا خالصة لوجه الله. خلص الفيديو النهاردة، أشوفكم مع بعض في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.